مثلما أقول دائما قبل ما نقرر أنني ندير بث مباشر نولي نفكر مش راح نهضر اليوم. كاين حتى بعض الأصدقاء يتصلوا بيا، بعض الأصدقاء وزملاء وبعض يعني من النخبة اللي نتشاور معاهم يتصلوا يقول لي بزيرو اليوم واش راح تهضر؟ نقول لهم والله ما على بالي فريطوم لا ولا لوبيا بالكرعين والله وين على بالي، يحسب الأحداث يعني بالفعل مانيش عارف اش نهضر. ومن بعد كي نوجد مادة إعلامية أخبار منا ونحطها أمامي مثل هكذا في ورقة كما كتشوف فيا، ندير ورقة كما هاك نكتب فيها رؤوس أقلام، نبدأ نشوف 1 2 3 4 نلقى 90% سلبية، 90% جلد الذات. راني نجلد في روحي ونجلد في المسؤولين تاع بلادي، نولي في صراع مع نفسي، أدخل في صراع مع نفسي، نتكلم بهذه الصورة السوداوية، بهذه الصورة الخرائية حاشاكم اللي ما فيها حتى حاجة لا بنة ولا رائحة ولا ذوق. أم نسكت؟ أجد أنه واجبي الأخلاقي وواجبي المهني ووعدي لله سبحانه وتعالى ولكم ولنفسي يحتم علي أن أتحدث. لازم نهضر لأنه صمتنا خيانة، ما نسكتوش. واش وقتها ما نقدرش نفتح لك الروابط اللي تبعثوا لي. صمتنا خيانة ستلعننا الأجيال القادمة إذا لم نتكلم على نفسي وبعض الإعلاميين، خاصة الإعلاميين اللي عندهم هامش من الحرية اللي يقدر يهضر. بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الالم اسفل القدم، الناس اللي كيبقاو واقفين في الخدمه النهار كامل وعندهم مشكل ديال الالم ديما تحت رجليهم كيضرهم، جبنا لكم اليوم جوارب سيليكون طبيه. هادو الحل. ربي يحاسبنا يقول انت كنت قادر تهضر، تعايش في ظروف وفي مكان اللي يسمح لك انك تهضر، علاش ما هضرتش؟ من راى منكم منكرا فليغيره. بالنسبه لي انت كنت تشوف المنكر علاش ما غيرتوش؟ لانني نعاود نرجع، انا لا الوم الزملاء والاصدقاء اللي في الجزائر صحفيين او سياسيين او نشطاء او رؤساء احزاب، انا ما نلومهمش، ما نقولش انهم جبناء وانهم لا، لانهم ما يقدروش. انا نتكلم على المرخص الطحاحنه اللي يهضروا كلام لا يتطابق مع الواقع، اما اللي ساكت على الاقل عاونا بالسكات. يخرج لك واحد يقول لك الجزائر المنتصره والجزائر القويه والجزائر الاقليميه ورانا دايرين وكثر خير السيد الرئيس وكثر خير القياده تاعنا ورانا دوله اقليميه ودوله محوريه وكذا، هو عايش في الزيكو تاعو الحراش. انا هذو اللي نلومهم نقول عليهم جبناء وحقيرين ومرخص وطحاحنه، لأن الوضع على صفيح ساخن، رانا على فوهة البركان. إذا لم يخرج الرئيس عبد المجيد تبون ويخطب في الشعب خطاب من القلب ويتخذ إجراءات وقرارات مصيرية تحدد مستقبله السياسي ومستقبل البلاد، أنا داخل في حيط. كي نقول داخل في حيط كلنا خاسرين، ماهوش فقط حاشية الرئيس اللي رايحين يخسروا واللي يهرب واللي يدخل الحبس وتخلى، لا، كلنا خاسرين، لأننا نعاودوا نرجعوا لنقطة الصفر وما درنا والو، نعاودوا نرجعوا لنقطة الصفر وما درنا والو، لأن الوضع ماهوش مليح. اللي يقول لك يا تبون بلي رانا متحكمين في الوضع وراهو بيان، راهو يكذب عليك، الوضع ماهوش مليح. وحنا رانا كي نقولوا هكذا مش معناتها نسودوا في الوضع، لا، هذه الحقيقه، الوضع ماهوش مليح. اوكي. واش النقاط الاخرى اللي كنت مسجلها؟ كاين واحد في عجاله عندي زوج كلمات نقولهم. دور مصالح الامن، وانا نقول لكم دائما المشكل عندنا في الجزائر هو مشكل مخابرات.
لأنه في الوقت اللي كانت المخابرات تسير شؤون الدولة وتراقب وتقرأ المستقبل، كانت الأوضاع أقل خطورة، كانت مش مليحة من 57 وهي الدنيا ولكن كانت أقل. الآن الوضع خطير، خطير جدا. حتى هذا الظواهر اللي نشوف فيها تاع المخدرات وضرب بالسيوف، البارح نشوف في واحد المقطع تاع فيديو واحد ضاربينه قاطعين له يده بالسيف. الظاهرة تاع السيوف هذه مش عارف، أنا كي خرجت من الجزائر والله ما كانت، عمري ما شفتها. 2007 عمري ما شفت هذا تاع السيوف والكاشيات، ما كانش. باقي نقول يعني من 2007 ما كانش، معناتها حتى فيما بعد بدات هذه الامور تظهر من 2014 و12 13 14 بدات تظهر. للاسف الشديد عندها علاقه بتفكيك جهاز المخابرات. لانه كاين حاجه نقولها لكم يا ناس باش نفهموا الفرق ما بين جهاز المخابرات في اي دوله في العالم، جهاز المخابرات، ومصالح الامن. لانه كاين مصالح الامن اللي هي الشرطه والدرك، هذو مصالح الامن اللي يشتغلوا مع المواطن، واللي مكلفين بحمايه المواطن ومكافحه الجريمه ويعني حفظ الامن العام وكذا وكذا. هي الشرطه، المديريه العامه للامن الوطني والدرك الوطني، هذه خدمتهم اعداد تقارير انه بناء على كذا وكذا 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 كذا تم تسجيل مخالفة كذا وكذا، أو حدث كذا، أو سجلنا الجريمة كذا، أو سجلنا الجريمة كذا، أو عاقبنا كذا. هذا هو الدرك الوطني. والشرطة خدمتهم أنهم يعدون التقارير ويحضرون الأمور الآنية اللي حدثت بعد حدوث الجريمة. تتدخل الشرطة والدرك الوطني لمعالجة الأزمة، معالجة المشكل، معالجة الجريمة. هذه خدمة الشرطة والدرك في أي دولة في العالم. بينما جهاز المخابرات ماهوش حدث. جهاز المخابرات سيحدث. جهاز المخابرات يدخل في علم الغيب، حاشا لله. ولكن جهاز المخابرات اللي ما يدخلش في علم الغيب ويقول لك أنه سيحدث بعد 6 شهور ولا 7 شهور كذا وكذا وكذا، هذا مش جهاز مخابرات، هذا يسموه جهاز شرطة، جهاز أمن وطني شرطة أو درك الوطني. الدرك الوطني والشرطة هذه خدمته. حدث كذا وكذا وكذا. المخابرات سيحدث كذا وكذا وكذا. هذا هو جهاز المخابرات. احنا من نهار اللي جهاز المخابرات عندنا في الجزائر أصبح مثل الشرطة، يتبع في المؤثرات ويتبع في المؤخرات ويتبع في الحراك الشعبي ويتبع في فلان قال وفلان هو كتب في المقال وفلان هو نحى وكذا، توخذت. وهذا ما كان يريده نظام الغباء الاصطناعي مع الخونة والعملاء. خدمتهم أصبحت خدمة شرطة. والدليل أنهم جابوا على رأس المخابرات ناس ما عندهمش علاقة بمخابرات. واحد كان طالوشة بناي ويسبغ وكذا أصبح مدير مخابرات داخلية، واحد كان مساعد الطالوشة أصبح مدير مخابرات خارجية، واحد ما عندوش علاقة بأمن الجيش جابوه أمن الجيش وتوخذت البلاد. من هذاك الوقت ونحن في الحضيض نازلين. متى نستعيد قوة الدولة وقوة مؤسسة الدولة والتنبؤ بالمخاطر والكوارث والمشاكل؟ عندما نعطي قيمة للمخابرات ولضباط المخابرات المهمشين المظلومين المحظورين الذين يعملون على سيحدث وليس حدث. ضابط مخابرات الذي لا يكتب جملة يشرفني حضرة الجنرال أن أعلمكم أنه سيحدث بعد 6 شهور و 7 شهور كذا وكذا وكذا، هذا مش ضابط المخابرات. ضابط المخابرات الذي يكتب لك يشرفني حضرة الجنرال أن أعلمك أنه حدث كذا وكذا، هذا أبعث السيركيلاسيون، مع احترامي لضباط الشرطة تاع الشرطة حركة المرور الأمن العمومي، مع احترامي لهم. ولكن ضابط المخابرات اللي يقول لك يشرفني أن أعلمكم أنه حدث كذا وكذا وكذا، هذا بعثوا لابوليس، قالوا روح تاخذ معاه لابوليس. ضابط المخابرات اللي ما يقول لك سيحدث حضرة المدير سيحدث كذا وكذا وكذا، هذا مش ضابط مخابرات. وهذه الأمور اللي تحمي البلاد، واللي تقوي البلاد. انتم تحبوا
اللي يكذب عليكم ويخدعكم.